السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عيالي دكتور محمد عبد الحليم فراج، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، استشاري الحساسية والمناعة. هكلمكم النهاردة عن واحدة مهمة جدا من المشكلات الطبية اللي بتواجهنا واللي أنا بشوفها دايما في العيادة. أحمد طفل عنده 8 سنين، جالي من الغربية من أسبوعين تقريبا. أحمد بيشتكي إن عنده كحة ليلية طول الليل، بقالها تقريبا 4 أو 5 شهور مش بتقطع عنده خالص. كشف طبعا عند أكتر من دكتور، وكل دكتور بعلاج شكل، جلسات استنشاق، علاجات للحساسية وأدوية مختلفة للكحة بدون أي استجابة لحالته. دايما كحة بالليل بتصحيه على شرقة، وممكن في بعض الأوقات يرجع. بالنسبة للكحة الليلية يا جماعة اللي بتبقى مستمرة لفترات طويلة، لها أسباب كتيرة. خلاص، أهم الأسباب واللي بتكون خفية على بعض الأطباء أو بعض الزملاء ارتجاع المريء. احمد طبعا احنا ادينا له طبعا ادويه للكحه، وكملنا له ادويه للحساسيه لان هو كان مريض حساسيه صدر اصلا. وركزنا في العلاج على علاج ارتجاع المريء. ارتجاع المريء، الحمض بتاع المعدة بيرجع بالليل على صدر الطفل على المريء، فيبدأ يزود الكحة ويزود الحساسية عند الطفل ده. مع إعطاء أدوية الارتجاع بدأ يحصل دراماتيك ريسبونس أو استجابة جميلة جدا للحالة بتاعته. كان الأهل طبعا جم في الإعادة كانوا فرحانين جدا بسبب طبعا التحسن بتاع الحالة، لأن هم قعدوا في كحة لفترة طويلة جدا. كان يعني الأهل حتى كانوا بيقولوا لي احنا مش مصدقين ان هو كان هيتحسن. برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تخلي الطفل عنده كحة ليلية وما بتقطعش خالص، يعني طفل طول النهار كويس خالص ويكح بالليل، او طول النهار والليل كويس ويصحى الصبح يكح كام كحة كده ورا بعض بشرقة، برضو هو الإفرازات الخلفية للأنف. دايما في الكحة المزمنة التي لا تستجيب للعلاج خاصة فترة الليل لازم نفكر في حساسية الجيوب الأنفية وتضخم اللحمية، لأن دي بتسقط إفرازات خلف الأنف على البلعوم الأنفي على الحلق، فدي بتزود الكحة وتخلي الطفل يدخل في نوبات كحة شديدة جدا وقت النوم أو وقت الاستيقاظ الصبح. وطول النهار بيكون كويس، فلازم دي نعالجها بشكل كويس جدا عن طريق ان احنا نعمل غسيل للانف قبل نوم الطفل بالليل، نرفع المخدات بتاعته شويه، واعطاء بخاخات لحساسيه الجيوب الانفيه اذا كانت الحاله تستدعي ده. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده كان مفيد بالنسبه لكم. لو استفدتوا منه يا ريت نعمل مشاركه للفيديو. عايزين تشوفوا الفيديو بجوده عاليه، شوفونا على قناتنا على اليوتيوب دكتور عيالي محمد عبد الحليم. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم. مع السلامه.